السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم امجاد الصحراء المغربيه. في هذا الفيديو الاخوان ديالي غادي نشوفوا ما مدى صحه الاخبار اللي خرجات كتتكلم على ان الجزائر غادي تمنع الفريق ديال نهضة بركان من ارتداء الاقمصه ديالو اللي فيها هنايا الرايه ديال المغرب كامله. فغادي نسمعوا الاصدقاء ديالي لواحد الاوديو اللي كيبين ما مدى صحه هذه الاخبار واللي تروجات في بعض الصفحات ديال التواصل الاجتماعي. واش هادشي صحيح ولا ماشي صحيح؟ المهم نسمعوا هذا الفيديو، هذا الاوديو هذا، ومن بعد نرجعوا نعلقوا عليه وغادي نبينوا لكم اللي الحقيقه واللي ماشي حقيقه. نسمعوا الاخوان دي. الساعة الماضية أخبار تحدث مروجوها عن إصدار السلطات الجزائرية قرارا يقضي بعدم السماح لفريق نهضة بركان ممثل المملكة المغربية في بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باللعب بأقمصته المزينة بخريطة المملكة المغربية الرسمية، مشيرة إلى أن هذه الأقمصة سيتم حجزها مباشرة بعد وصول بعثة الفريق إلى مطار عاصمة الجار الشرقية الجزائر. ومن أجل معرفة مدى صحة هذه المعطيات، كشف موقع أخبارنا المغربي أنه في اتصال هاتفي مع مسؤول إداري بفريق نهضة بركان رفض الكشف عن هويته. أوضح من خلاله أن كل ما تم الترويج له مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن إدارة الفريق على تواصل مباشر مع مسؤولي الكافة من أجل ترتيب كل إجراءات السفر إلى الجزائر، قبل أن يؤكد أنه لا وجود لأي مانع قانوني من أن يلعب الفريق المغربي بقميصه الرسمي المزين بخريطة المملكة المغربية. وفي ذات السياق أوضح ذات المسؤول أن بعثة الفريق ستغادر أرض الوطن يوم الثلاثاء المقبل، أي بعد مقابلة آسفية ضمن جولة البطولة الاحترافية إنوي، مشيرا إلى أن الوجهة ستكون نحو تونس ومنها إلى الجزائر بسبب استمرار غلق المجال الجوي بين هذه الأخيرة والمغرب. ما سمعتوا الاخوان ديالي الاعزاء، فهذه اخبار زائفه لا اساس لها من الصحه. ما نبقاوش نزيدوا نكبوا الماء على او الزيت على النار كما تنقولوا. واللي مؤكد هو اننا كنعرفوا بان دائما الفرق المغربيه فاش كتبغي تمشي تلعب في الجزائر فهي كتمشي عبر تونس، يعني مازال الاجواء مغلقه رغم هذاك الشيء اللي كنا شفنا ديال تبون وديال وزير الخارجيه ديالهم وقال لك انه اتصل بناصر بوريطه. يعني الاجواء مازال مغلقه. يعني فريق نهضه بركان فهو غادي يمشي لتونس ومن ثم غادي يدخل المغرب. هذا الشيء ولفناه كما قلنا في الفيديوهات السابقه الاصدقاء ديالي. فالجزائر فهي ساده على راسها، كتقول بانها رومبوان، فعلا فهي رومبوان، يعني على راسها ماشي على الدول الاخرى. حتى كنشوفوا حتى الخريطه ديال الطيران حول العالم، فجميع المدن كاين كتشوفوا في يوتيوب ان هناك مجال جوي، يعني كاين حركه ديال الطائرات، الا الجزائر فهي غالقه على راسها، ماشي غير من المغرب فمن عده دول. هذا هو اللي مؤكد ورسمي لحدود اللحظه. وبخصوص الرايه، فمن حق فريق بركان انه يلعب بالفريق بالقميص الرسمي ديالو، الاصدقاء ديالو، لانه القميص اللي كيمثل الفريق ديال نهضة بركان في هذه المسابقه، وشارك به في جميع المباريات اللي دازوا. ماشي اول مره تيشارك به، شارك به في الادوار الاقصائيه، في الربوع، في الثمون. يعني ما غاديش نجيو حتى لهذه اللحظه وغادي نمنعوه. لحدود اللحظه ما كاينش شي اخبار تسير من الجزائر، ولكن هذوك الناس حنا كنتوقعوا منهم اي حاجه. راكم كتعرفوا حتى كتوصل تما عاد كيبداو يصدروا بشحال من مصور حيدوا له الاليات ديال التصوير ديالو. طرات مع فريق الجيش الملكي، طرات مع فريق الوداد. فخص الانسان يكون شويه فاطن ويكون يقظ، يعني ويدير تسبيقات لهذه الامور هذه، يتواصل مع لاكاف، يحط النقاط على الحروف باش ماشي حتى يمشي الانسان تما وتم داخل عاد نوليو في واحد المشاكل اللي حنا في غنى عنها. وهذا الفريق ماشي، هذا القميص ديال فريق نهضة بركان راه ماشي اول مره غادي يلعب به كما قلت لكم الاخوان ديالي. فيعني سبق له لعب به، هو كيمثل المملكه المغربيه فمن حقه انه يلعب بهذا الفريق. وما كاين حتى شي قانون في الاتحاد الافريقي ولا في لاكاف ولا في الفيفا كيمنع
فريق نهضة بركان الممثل الوحيد ديال المملكة المغربية أنه ما يرتديش هذا القميص هذا إلا إذا أرادت الجزائر التصعيد. وحنا كنعرفوا كما قلت لكم في هذه الميادين هذه، فهي ديما ما كتخرج لنا ببعض الأشياء اللي كنكونوا حنا في غنى عنها. وفي الأول وفي الأخير الأصدقاء ديالي كتبقى هذه مجرد مباراة ديال كرة القدم، فيها فائز وفيها منتصر. كنتمناو حنايا المغاربة حظ موفق للفريق ديالنا فريق نهضة بركان، وكذلك الفريق اللي لعب الكرة واستطاع انه يعني يكون في المستوى انه يفوز ويدوز للمباراة النهائية. رغم ان الاعلام الجزائري فهو خرج بدا تيهضر وقال لك القجع بانه كيدير والقجع بانه كيفعل. راني حطيت واحد الفيديو قال لك القجع كيخدم في الكولاسة، كيخدم برامج بالليل باش انهم يربحوا، انهم هضروا على ديك المباراة ديال اللي لعبنا مع الليبي. وكذلك خرج واحد المحلل جزائري وقال لهم بان الحكم كان عادل. يعني كتبقى مجرد كرة القدم، كتبقى لعبة ديال كرة القدم كما قلت لكم في الأول وفي الأخير، فيها فائز وفيها منتصر. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم الإخوان ديالي على الدعم ديالكم. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.